شو عم تفكري تدرسي؟ أكيد دكتورة، معقول يعني كل بنات خالتها درسوا طب تجي هي تدرس شي تاني؟ معك حق، كلمة دكتورة إلها تقلها، وكلنا بنتمنى يكونوا أولادنا من أحسن وأنجح الأشخاص، بس إذا هن ما بدهم شو الحل؟ رح نرجع مع بعض للأول. تكبر البنت وهي خايفة تنقصها علامة، مو لأنها بتحب تكون متفوقة، لا، لأنها بتخاف ترجع على البيت ويشوفوا أهلها العلامة، أو بتخاف تكون علامة أي بنت بالعيلة أعلى من علامتها. بعلم النفس التربوي المقارنة المستمرة بين الطلاب لا تعد وسيلة دعم. لما الطالبة تدرس تحت ضغط المقارنة، دافعها ما بيكون نابع من رغبة بالتعلم، بل نابع من الخوف، وبتبدأ المعركة جوانا. معقول أفشل؟ معقول خيب ظن أهلي؟ بهالمرحلة العمرية الطالبة بتكون عم تبني هويتها الشخصية والدراسية، وأي ضغط زائد يخلي القرار الدراسي يطلع كرد فعل مو اختيار واعي. لهيك بتلاقينا عم ندخل تخصصات ما بنحبها ولا بتشبهنا ولا بنقدر نبدع فيها، بس لأن هي التخصصات صارت معيار لقيمتنا بالمجتمع. الدعم الحقيقي بهي المرحلة ما بيعني غياب التوجيه من الأهل، ونركز ونلاحظ ونسأل أنفسنا: هل هذا الحلم اللي عم أضغط على أولادي كرماله هو حلمهم أو حلمي أنا اللي ما قدرت أحققه؟ حلمك انفصل عن حلمهم، لا تحمليهم مسؤولية تحقيقه.